ازيكم حبايبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يلا تعالى بسرعه اقولك اكله كده حلوه سهله اقتصاديه على قد الايد. وكمان لو مستعجله تعبانه هتعمليها، مش هتاخد في ايديكي وقت ابدا. وكمان مغذيه جدا للاطفال. لو عجبك الفيديو متنسيش اللايك والشير. ولو ما اشتركتش في القناه اشتركي لي فيها وفعلي زر الجرس علشان واختاري منها كلمه الكل علشان كل فيديو انزله يوصل لحضراتكم. اول حاجه مبدئيا كده البطاطس مقشره او مش مقشره زي ما انت عايزه. انا هنا هنزل ببيضتين، ممكن بيضه، ممكن اتنين، ممكن تلاتة زي ما انت حابه. تمام. انا هنا لما باجي اسلق البطاطس انا بحب ان انا اقشرها وانزلها في الميه وهي مقشره علشان ما اقعدش يعني تبقى سخنه واقعد اقشرها وكده. تمام. هنا قشرت البطاطس بتاعتي وهبدا انزل بيها قطع. زي ما انت حابه، يعني ممكن البطاطسية على 3 على 4 زي ما انت حابه. تمام. هحطهم كلهم بالطريقه اللي انت شايفاها دي وهرفعهم على النار لحد ما ينسلقوا. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش الاشتراك في القناه. تمام. بعد ما حطيتهم كلهم بالطريقه دي، وزي ما قلت لك لو انت حابه تحطيها بقشرها برضو براحتك، بس انا شايفه ان الطريقه دي احسن واسهل. تمام. هبدا بقى ارفعهم من على النار وكده. بعد ما نزلوا من على النار شايفين هبدا بقى اصفي الميه زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين بقى لما بتتسلق بتبقى سهله ازاي؟ ان انا ما بقعدش اقشر، انا يا دوبك بصفيها من الميه بتاعتها. وبتبقى جاهزه معايا، ما بقعدش بقى اقشر واحده بواحده. كده احسن يعني. اهم حاجه بس تلاحظي ايه، تاخدي بالك لو يكون مثلا فيها حاجه كده كده لانها ما بتبقاش باينه قوي يعني. تمام. كده هاخد كل الكميه بتاعتي كده زي ما انت شايفاها وصفتها. هبدا بقى اجيب طاسه بتاعتي الومنيوم، اي طاسه. هبدا انزل بزيت، بحبه من الزيت ومعلقتين سمنه بلدي. تمام. ممكن تستكفي بزيت، ممكن تستكفي بسمنه بلدي، ممكن زبده، بس يعني اي حاجه متوفره هتبقى طعمها حلو فيها ان شاء الله رب العالمين. هسيب السمنه بتاعتي تتقدح كده، ومعايا هنا طماطميه بحجم متوسط وقرن فلفل برضو صغير. ولو مش حابه ان انت تضيفي ده ممكن تنزلي بالبيض والبطاطس على طول، بس دي بتديها طعم. نزلت كده هسيبها لحد بس ما تدبل كده شويه، وبعد كده هنزل بالبضايه بتاعتي. تمام. هقطعها برضو طرنشات كده زي ما انتوا شايفينها بالطريقه دي. تمام. وهسيبها لما تتشوح البضايه مع البطاطس مع الفلفل والطماطم. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى انزل برشة من الملح ورشة من الكمون ورشة من الكزبرة والملح حسب الرغبة. تمام. هقلب بقى كله ده مع بعضيه كده بالتوابل، مش قادرة اقول لكم الريحة هنا كانت عاملة ازاي. يلا لو وصلت هنا وما حطيتيش اللايك اوعي يا قمر تنسي اللايك. شوف مراد بيقولك يا قمر اهو عشان تحط اللايك بقى والاشتراك في القناة. هبدأ بقى اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك هراسة على فكرة ممكن برضو تنجز معاكي. انا عملتها بالمعلقة كده على طول. خلاص يا مراد، هي عرفت ان هي قمر. انت اللي قمر يا مراد. هبدأ ادعكها بقى بالمعلقة كده وبألف هنا وشفا. بجد يا جماعة دي من اكتر الاكلات الموفرة في الايام بتاعتنا احنا دي، وغير كده كمان منجزة يعني ما بتقفش في المطبخ كتير. هبدأ بقى على فكرة ممكن كمان بعد ما يعني في المرحلة دي ممكن تضيفي عودين كزبرة تقطعيهم كده وتحطيهم، بس انا استكفيت بكده يعني. وحطيت الملح كنت نسيته. تمام. هبدأ بقى اقلبها تقليبة كده. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكده كان الطبق كده جاهز بصراحة، شكله شهي ويفتح النفس. آه كده فيديو النهاردة كان خلص. أتمنى اللايك والشير. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.